مين نجم المباراة من وجهة نظرك؟ يا رب نسجل. مين نجم المباراة من وجهة نظرك؟ شوف، منتخب مصر كامل كانوا في الفورمة وممتازين. تمام. لكن في حكاية كانت في الجهة اليمين دي. دي حكاية أكرم توفيق. ايوه. يعني بصراحة اللي عمله يعني ما يصحش. بس انت دلعته. لا ده يعني عمل ايه في الواد؟ يعني الواد خلاص خلاص كراسكو والله. يعني ولا كوره. وشوف الكره الوحيده اللي مرت جاء منها الجول. صح الكره الوحيده اللي عدت جابها جون. صح. لان شوف يا كابتن عامر ده الشغل كله كان من ناحيته. الشغل كله كان من ناحيه اكرم توفيق صراحه. يعني ولد عمره 25 سنه يعطيك هذه الناحيه القتاليه، الناحيه الانضباطيه. المفرح في المباراه ان هذا مستوى منتخب مصر. ايوه والله عندنا افضل من كده. يظهر المنتخب المصري. خلينا زي كده، مش عاوزين اعلى من كده. ماتش النهارده حاجه بدون اخطاء. شناوي في حاله ممتازه، نني في حاله رايقه جدا. شفت الاسيست اللي عمله لتريزيجيه؟ ايوه. اسيست مش اي واحد يعمله. شفت صلاح عمل ايه؟ يعني حاله انت تحس ان المنتخب المصري جاي النهارده يقول انا اهو. الراجل ده ما جبنا جول قال لك المصريين هم الجامدين هم اللي ما صعدوش كاس عالم هم. عايز مننا ايه يا عم؟ يا عم ليه بتقلب علينا المواجع؟ وبيشوف مزاجه ايه ودماغه ايه، بيبقى مزاج عام. تحس ان هو صلاح رأي عام. فاكر ماتش المغرب؟ ما هو وتريزيجيه اللي عاملين الماتش ده. لما كسبنا المغرب في الافريقيه صراحه يعني ربنا يحفظه. يعني خلي بالك مرموش فتوح ده احلى حاجه ان ما لعبش، ورب الكعبه احلى حاجه ان ما لعبش النهارده. طب اكمل لك. لا استنى بقى، هو فتوح بس اللي ينقص النهارده. اللي كان ناقص واخد بالك، واسامه جلال نزل على فكره. انا كنت كويس جدا اسامه جلال جدا. ويلعب على حجازي ثابت ويلعب على حجازي تحس كده ان بيلعب كره مبطلين. الكره اللي بالعرض دي لو هو يعني مثلا في حالته اللي هي كانت قبل كده، بس هو خلاص هي دي امكانياته، كان خد الخطوه وطلع الكره بره. هو حتى كمان الجامب يا مهيب لو اتفرجت عليه بيعمل الجامب بالعافيه، ما بقاش احمد حجازي بتاع الاول اللي هو اتفرجت على الماتش ده صح؟ من البدايه للنهايه. طبعا. امال هذا مش هايلايت مثلا ولا حاجه؟ لا اتفرجت عليه طبعا. ده انا قاعد له من الساعه 4:30. انا روش قوي يا ماما، انا بقطع في حجازي يا ماما. لا هو انت لو قلت الحق هيقولوا لا الحق اهو، ارحمنا بقى.